يا اختي في جيراني اللي ما يتعشروش دول ابدا. انت عارفه يا حبيبتي ان انا طول عمري نظيفه وشملوله وحاجتي دايما زي الفل، وده علشان بقى اغسل اول باول، ما خليش غسيل يتكوم على التاني ابدا. لكن تقولي ايه بقى في الجيران اللي بيغيروا مني هيطقوا مني عشان انا نظيفه وشملوله. طب اهو عندك اول امبارح بعد ما غسلت ونشرت ونشيري كان زي الفل، قلت ادلق الميه بتاعت الغسيل، رحت فاتحه الشباك على الاخر ودلقاها في الشارع. اتبي ست ام نجاة اللي ساكنه جنبينا كانت فايته تحت الشباك ونزلت عليها ميه الغسيل غرقتها. بصت لي يا اختي وراحت زعقه: ايه الميه دي ميه الغسيل يا اختي، عقبال عندكم. وهي ميه الغسيل تترمي من الشبابيك برضو يا خالتي بامبا؟ اما انت امرك عجب قوي يا ست ام نجاة. ارميها يا اختي مطرح مرميها، انت زعلانه ليه؟ مش عايزاني ازعل يا خالتي بامبا، والميه نزلت عليا غرقتني وغرقت الهدوم اللي انا لابساها. ولا تحملي هم يا ست ام نجاة. ما احملش هم ازاي بقى؟ وحياة غلاوتك الميه نظيفه ومغليه كمان بصابون نمره 1 من اللي بالشيء الفلاني. يعني ايه صابون نمره 1 بالشيء الفلاني؟ مانيش فاهمه يا خالتي بامبا. يعني احمدي ربنا اللي هدومك اتغسلت ببلاش، كلها يا اختي ساعه ولا 2 تقعديهم في الشمس تنشفي على طول وتبقى هدومك زي الفل. غلطتش يا اختي، قام ابص الاقي الست ام نجاة قال ايه تروح على الكراكون عدل وتعمل له مسكره، واللي في الكراكون يا اختي يعوموا على عمهم ويعملوا لي قال ايه محضر عشان بدلق ميه في الطريق العام. حق النبي ده يصح برضه بين الجيران وبعضيهم. واحكي يا اختي للراجل ابو سيد يقول لي: حد يرمي الميه في الشارع من الشبابيك يا بامبا؟ امال دورات المياه معموله ليه؟ يا اخويا اصلا انا كنت جنب الشباك، ايه بقى اللي هيوديني دورة الميه؟ هو انت بس غاوي تعبي وخلاص؟ يبقى تستاهلي تروح تشتكيكي وتحبسك كمان. انت يا راجل انت معايا ولا مع الكراكون؟ يا بامبا انا مع الحق. ترضي انت تكوني ماشيه في الشارع وحد يرمي عليكي ميه مش نظيفه؟ يستجري؟ طب والنبي ومن نبى النبي ده انا كنت اخلي اللي ما يشتري يتفرج. يبقى اللي ما ترضيش ان يتعمل فيكي يا بامبا ما يتعملش في الناس. ده غير ان الميه لما بتتكوم بتجيب الناموس والامراض، واحنا واجبنا اننا احنا نحمي نفسينا يا بامبا من الناموس ومن الامراض. ازاي يا ابو سيد؟ ازاي؟ بان احنا ما ندلقش ميه في الشارع يا بامبا بالشكل ده، ما نضايقش جيراننا ولا ننشرش الامراض اللي الدوله بتصرف الكتير عشان تحمينا منها يا بامبا. شوف يا اخت الراجل اللي بيغلطني عشان دلقت شويه ميه على ست ام نجاة، ده بدل يا اختي ما يروح يبستفها بكلمتين علشان ما رعتش الجيره وراحت اشتكتني في الكراكون. لكن هقول لكم ايه، طول عمره كده واقف ضدي وما يجيش في صفي ابدا. يا عيني عليا.